برضه في كذا علامة استفهام على كولر في ماتشات القمة. آخر 4 قمة قدام الزمالك معرفش يفوز. ماتش في الدوري خلص 2-1، وماتش السوبر المصري خلص ضربات جزاء للأهلي، وماتش السوبر الأفريقي خلص ضربات جزاء، وكان أصلا الماتش خلص تعادل 0-0 وضربات جزاء للزمالك. واجي النهاردة 1-1. كولر في مشكلة معاه في ماتشات الزمالك، ما بيعرفش يديرها كويس. في انخفاض في المستوى كبير. برضو لعيبة الأهلي بقت يخش فيها جوان كتير، أو الأهلي بقى يخش فيه جوان كتير في الدقايق الأخيرة من الزمالك. زي برضو ماتش ال2-1 ده كان في آخر الدقايق، وجول ناصر منسي في السوبر الأفريقي في آخر الدقايق. واجي النهاردة بعد ما اتقدمت في الدقيقة 83 أو 82 دخل فيه جون برضو في أواخر الدقايق. فدي برضو مشكلة بقت عند الأهلي، ودي برضو مشكلة عند الأهلي بقالها فترة، بيخش فينا جوان في آخر الدقايق من الماتش بعد ما كنت متقدم. لازم كل يعيد حساباته، يظبط فرقته، يحاول يختار احسن تشكيل ممكن المباريات. يعني عايزين ننقذ الموسم وناخد الدوري، لازم نعمل كده. لسه في افريقيا، ولسه في ماتشات كبيره جايه، ولسه في كاس عالم. مش هينفع المستوى ده نظهر بيه، لازم نطور من مستوانا ونثبت التشكيل ونلعب الناس في اماكنها، ونلعب اللعيبه اللي فايقه ومركزه.